السلام عليكم. انا سميتي رانيا، وجيت حتى انا اليوم باش نحكي لكم قصتي. فعمري 28 سنه وساكنه في مدينه القنيطره. ما نكذبش عليكم، انا هذاك الشيء اللي درت خطا فادح جدا وما بغيت شي بنات الناس يطيحوا فيه. وكندعي الله بالنهار وبالليل باش ان سيدي ربي يغفر ليا. وكنعيش بواحد ثاني بضمير اللي كبير بزاف بزاف. انا عارفه راسي غلطت بزاف، ولكن كيف ما تنقولوا البكوره الميت خساره. المهم، انا كي قلت لكم عشت في مدينه القنيطره، وكانت بيني وبين واحد السيد علاقه حب. هو كان جارنا، كنا كنبغيو بعضياتنا بزاف، وجا تقدم ليا شي زوج مرات ولا ثلاثه ووالدي رفضوه بحكم ان السيد ما خدام ما ردام ما حتى شي حاجه. احتقروه وجراو عليه قالوا لي سير انت ما قد تهز حتى راسك وباغي تهز لنا بنتنا. فما عجبوش الحال، مشى مسكين يعني كيتكلم معايا في التليفون تيقول لي غير صبري معايا وراني غندير المستحيل، راه الخدمه اللي ما كايناش. هو السيد بدبلوماته، يعني ماشي سي واحد ما قاري ما واعي ولا شمكار، هو عنده الاجازه ديالو كيتسنى غير زعما الوظيفه. والديه ما صبروش عليه. صافي انا ديك الساعه ما كيف ما تنقولوا ما بين يدي حيله. الوالد ديالي جاب لي واحد السيد محامي وقال لي هذا اللي غادي تزوجي به، السيد كامل مكمول بدارو بطوموبيلتو. يعني السيد الله يعمرها دار درويش. قال لي راه لا يعاب، قال لي صافي هذاك السيد اللي جا خطبك زوج ديال المرات ورفضناه غادي تنسيه في مره. مع العلم ان الاب ديالي راه عارف القصه ديالي بين زعما بيني وبينه قصه، وكنت زعما كانت بيناتنا مشاعر، وكانوا كيجيبوا لي الناس التبريه وتيقول لي بلي بنتك راه كتخرج مع فلان وراه بنتك مع فلان وهذا. وكان الوالد ديما محروق، كان خايف. وها السيد جا عنده دق باب دارو وجرى عليه زوج ديال المرات. ما قدرش الوالد يصبر زعما حتى يخدم السيد. مع العلم ان الاب ديالي فاش تزوج امي راه ما كانش خدام، راه حتى هو كان مبيطل. وكنت بعض المرات ملي كنتخاصم معايا ربي تسمح لي كنفكروا بهذه المساله وما كانش كيرضى، ما كيعجبوش الحال، تيقول لي داك الزمان ماشي هو هذا الزمان. صافي هي هذيك، رضيت بالامر الواقع وتزوجت بهذا المحامي زواج تقليدي كيف ما تنقولوا. حتى هو ولد مدينه قنيطره، ولكن بعد ما تزوجت به مشينا عشنا يعني في مدينه اخرى، عشنا في مدينه كازا. واش غادي نقول لكم، انا اصلا كنت حاسه بلي انا وهذا السيد ما غاديش نتفاهموا، واصلا درت الخاطر غير لوالديا. وبالفعل انا وياه ما كنتفاهموش اخوتي نهائيا نهائيا. هو يشرق وانا نغرب. السيد عنيف ما تعرفش يتعامل، واخا هو محامي وقاري وواعي، ولكن القرايه ماشي هي الوعي. عنده المراه خصو يديرها بحال الجفاف. جايبني اخوتي غير باش ندمر ونخدم عليه في الدار، نطيب ونعجن ونصبن. نهار مثلا ندخل من الخدمه وما نلقاش الغدا موجود يعايرني ويسبني انت ما في يديك، شوفي لالياتك وشوفي هادي وهادي. وبدا يقلل من القيمه ديالي. فهمت من بعد بلي هو راه باغي غير خدامه، جايب غير خدامه ماشي مرا. وشحال من مره اخوتي، شحال من مره هزيت التليفون ديالو وكنحصلو مثلا كيدوي مع البنات، وحتى فاش كنتكلم تيقول لي ما عندكش الحق تقلبي لي تليفوني، دغيا كيقلب عليا الطابله. كنولي انا اللي غلطه وانا اللي بنطلع حرام. صافي العلاقه في طرف عام كلها تخربقات، ما بقى بيناتنا لا حب. اصلا ما كانش الحب فينا، هو ما بيناتنا لا احترام لا موده لا رحمه لا حتى شي حاجه، غير البنيه والصداع والمشاكل. زائد انه اش غنقول لكم، كل شهرين ولا كل شهر ونص السيد كيمشي كيخبر ليا بسيمانه جوج سيمانات ما تنعرفوا حتى فين مشى. ملي كنعيط ليه في التليفون تيقول لي اشنو بغيتي، عندي الخدمه في المدينه فلانيه، مصدع عليا راسي وقطع عليا التليفون وخليني اخوتي كنتشوى كنتفقس. فاخر المطاف قررت اني ندير معاه اتفاقيه. قلت ليه شوف ولد الناس، باغي تسافر عندك الخدمه سي الله يسهل عليك الله يعاونك. قلت ليه ولكن انا في ديك الوقيته اللي غتكون انت مسافر فيها انا راه ماشي ما غاديش زعما نجلس في الدار نبقى جالسه نتسناك تترجع. قلت ليه انا غادي نمشي عند والديا. قال لي دبري راسك، حتى هو اصلا لقى من جنتي والناس، غير ما نصدعش لي راسو في التليفون كل شويه نبقى نصوني. هي هذيك، كنت كنمشي اخوتي عند والديا. فين ما سافر هو كنهز اخوتي باليزه ديالي وكنمشي لدار با وكنبقى جالسه معاهم، وتنبقى دائما كنشكي على الام ديالي باللي زواجي ما نجاحش وبلي العلاقه بيني وبينه ما زويناش وبلي ما فاهميش. وكانت الام ديالي دائما كتشجعني باش نولد. دابا شوفوا انا اش كنقول للوالده والوالده باش كتفكر. قالت لي صافي الحل اللي عندك الوحيد هو انك تولدي الولاد. قلت لي ولدي الولاد باش تشدي الراجل داك العقليه اش غنقول لكم الله يهدي ما خلقوا. صافي عاود فاش تنصحني وتقولي صافي بنتي هاد السيد ما عندك ما ديري به، ما فاهماش انت وياه بلا ما تولدوا وليدات باش غتمحنوا وتعذبوا. هذا السيده قالت لي لا خصك تولدي. ولدي معاه قالت لي باش تشديه بالولاد وقلبو غادي يحن وقلبو غادي هذا وهذا وهذا. ديك الهضره الخاويه. صافي انا كنت كنجي الوقت ما جيت عند الام ديالي كنبقى كنسمع الهضره ديالها وكنعاود نرجع لداري عاوتاني كاع مدقدقه. كل راجعه بالطاقه السلبيه غاده بالطاقه السلبيه وراجعه بالطاقه السلبيه اكثر.
ايوا هي هذيك ولدت ولدي الاول. صحاب لكم واش تبدلات شي حاجه؟ والو، السيد باقي كيف ما هو، الزناقي والديعان والصفار. وما زعما مستحيل تسوليه ويجاوبك. زعما مثلا تقولي غير فين غادي هاد السيمانه، اش من خدمه باغي دير، فين مدينه باغي تجلس، والو ما كيعطيكش راس الخيط. مسافر كيهز باليستو كيخرج، تعيط ليه في التليفون يقطع عليك. هذه هي الحياه ديالي اللي كانت بيني وبينه. صافي بطبيعه الحال هو ملي كيسافر انا كنمشي لمدينه قنيطره. ملي كنت اخوتي كنمشي لمدينه قنيطره، وبلا ما نكذب عليكم نقول لكم اخوتي الصراحه، كنت مره كنتلاقى بهذاك السيد اللي كان خاطبني زوج ديال المرات. كنت كنخرج انا وياه كنتقهوى وكنبدا نحكي ليه ونشكي ليه، وكنتحسر علاش ما تزوجش به وتا هو تيقول لي نفس الشيء. هي هذيك واحد النهار اخوتي كنت جالسه معاه في القهوه، ما عرفتش راجلي كيفاش دارت تعرف باللي راني جالسه تماك. جا وقف عليا حيح شوهني تماك. ومن بعد ملي رجعت معاه لدار والديا غادي نفهم باللي راه صاحبو اللي قالها ليه. صاحبو كان كيصحابو باللي راه هو اللي جالس في القهوه زعما، وما قالش يعني باش نحطكم في الصوره اكثر. شافني واحد صاحبو في القهوه عيط لصاحبو اللي هو راجلي. قال لي زعما صاحبي جيتي لمدينه قنيطره زعما وما قلتيهاش ليا وحشومه عليك وعيب عليك. فقال لي راجلي زعما راني ما كاينش، ويقول لي راني شفت مرتك مع واحد السيد وكيسحب لي باللي انت راه هو هذاك. فتما عرف راجلي باللي راه انا كنمشي لقنيطره وكنتلاقى مع شي حد، ولا حاط عليا كيف ما تنقولوا. صافي هي هذيك اخوتي حصلني متلبسه. شنو غادي نقول؟ ما عندي ما نقول. جا لدار والديا حطني تماك، هز الدري ومشى رجع لمدينه كازا، ولا هو اللي مقابل الدري، هو اللي كيعتني به. صافي السيد تبدل. انا بعض المرات كنمشي لعندو مره كنطلب منه السماحه، والو ما بغاش يسمح ليا نهائيا، ما بغاش يسمح. دخلوا الوالدين، دخلوا العائلات، والو. من بعد يعني ملي وليت كنحس براسي مخنوقه. صافي اخوتي باغا ولدي، راكم عارفين الام اللي كتبعد على ولاد اسمها على واحد من ولادها راه كتمرض في حياتها. مشيت لعندو بديت كنزاوق وتنبوس ليه يدين ورجلين تنقول ليه العار انا موافقه ندير اي حاجه. قلت لي سد عليا بالسناسل، سد عليا في الدار، ما باقيش نخرج، دير لي اللي بغيتي ولكن ما تحرمنيش من ولدي. بقيت اخوتي معاه كنطلب ونزاوق بحال ربي ما وافق. ورجعت ني وافق ورجعت للدار. قال لي شوفي هذيك مدينه القنيطره ما باقيش غتحطي فيها رجليك نهائيا، والديك لا بغاوك يجيو هما لعندك. قال لي وانا ملي نسافر غتجلسي في دارك وغتقابلي ولدك. صافي هي هذيك. بقيت اخوتي جالسه في الدار. انا اصلا درتها قد زعما درت غلط كبير يعني. بطبيعه الحال خصني نوافق على اي حاجه يقول لي، كنقول يا ربي غير يسمح لي ويغفر لي ونرجع في حالي نعيش غير الحياه اللي كنت كنعيش في الاول مع ولدي. صافي السيد رجعنا ديك الحياه الطبيعيه ديالنا. السيد خارج هز باليستو كل مره فين مسافر. مره ديك الوقيته فاش اللي دوزها مع ولده، في ديك الوقيته فاش ما كنتش انا معاه في كازا، بحال تقولوا تقرب من داك الدري الصغير، تقرب منه بزاف وبغاه وحبو يعني. وتا بعض المرات ملي كيسافر مده طويله يعني كيمشي شي مدينه اخرى كتلقاه دغيا ولا دغيا كيرجع. عليه ولا كيتوحش ولدو بزاف. ولكن داك الفيس ديال الخريج والخيانه وداك الشيء راه باقي فيه، باقي هو. تما قررت انا اخوتي نديها في راسي. كنت مع راسي نديها في راسي، نديها في صحتي، نديها في ولدي، ونديها في داري ونتكمش ونتصنت لعظامي. يمشي لا بيمشي، لا بغى يمشي عند صحابو يمشي عندهم، بيمشي عند الفساد يمشي عندهم، شغلو هذاك. صافي انا قلت مع راسي غادي نركز على حياتي وما باقيش شي غادي نتسوق ليه. دازت المده على هذاك الحال. انا اخوتي تكلخت، درت واحد الخطا فادح. دوك الوقيته اللي كنت كنتكلم فيها مع داك الخطيب ديالي اللي قلت لكم رفضوا الوالد زوج ديال المرات، كنت كنتكلم معاه في الواتساب وما عمرني نهائيا مسحت دوك لي كونفرساسيون اللي كانوا بيني وبينه زعما. واحد النهار الراجل كان في الدار، سير انت هز التليفون بدا كتقلب فيه كتبقشش، طاح على دوك لي كونفرساسيون ديالي مع داك السيد. كنتكلم اخوتي في الحب وفي الغرام واش منك يا عشق واش منك، فهمتوا؟ في ديك الوقيته اللي كان هو كيسافر وتيبقى واحد المده طويله وكيخليني انا في الدار، كيجيني الملل كنبقى كندوي مع هذا السيد. وملي كنمشي للقنيطره كنقول لكم غادا عند والديا، راه ما كنمشيش غير عند والديا، راه بعض المرات كنمشي حتى لعندو وتنجلس معاه وتنخرج معاه، تنسافر معاه، تندور معاه. ما خليت اخوتي ما درت معاه صراحه الله. السيد ملي شاف هذوك المكالمات ودوك لي كونفرساسيون بيني وبين السيد بدا كيشك في ولده. هي هذيك جرى عليا عاوتاني من الدار، قال لي غترجعي لدار والديك وما غتجي قال لي للدار حتى قال لي نتاكد وندير التحليل ديال ال ان ونتاكد بلي هذا الولد راه ولدي ولا لا. هي هذيك. بقيت اخوتي انا كنبكي وتنجدب وتندب، عرفت شي مصيبه كحله غادي توقع. مشيت اخوتي لدار والديا ودار لي ثاني الدري، درت التحليل ديال ال ان. ملي درت التحليل ديال ال ان اكتشف بلي الولد راه ماشي ولده. انا خلاص كنت عارفه، كنت كنطلب يا ربي تغفر ليا، وكنت كنزاوق وتنقول يا ربي ما نتفرش. انا صافي قررت انني نتبدل، ولكن للاسف بسبب دوك الكونفرساسيون اللي كانوا في الواتساب اش غنقول لكم كلشي تفرش كلشي تفضح. واصلا باش من وجه غادي نقول ليه راه هذاك الولد راه ماشي ولدك. السيد صافي بحال لا تبربق، صفتني كي قلت لكم لدار والديا.
انا كنت اصلا عارفه النتائج ديال التحليله. ملي خوتي رجعت لكازا بغيت نمشي لدارو زعما باش نطلب ونزاوق يعطيني غير ولدي يطلقني ولا غير يلوحني يسوسني، ما تسرطاتش ليه نهائيا، حيت الولد اصلا راه مقيد بسميتو. اشنو دار؟ هربوا يا خوتي لبرا، هز لي الدري ومشى، لانكم عارفين يعني المراه اللي بغات تخرج زعما من المغرب خصها الموافقه ديال الراجل، والعكس غير صحيح. الراجل اللي باغي يخرج ولادو كيخرجهم بكل سهوله، ولا ما نعرف هو كون راه محامي خلوط في الوراق ولا ما عرفت كاع شنو دار. كانت المساله بالنسبه ليه بسيطه وسهله. دا لي خوتي ولدي، السيد بات ما صبح. انا خوتي بقيت مهلوكه ومحروقه على ولدي. مشيت اخوتي لعند العائله ديالو كنطلب ونزاوق، يعطوني غير راس الخيط والو وصاهم باش حتى شي واحد ما يقول لي شي حاجه. بطبيعه الحال هما اصلا ما كيدخلوني حتى مع الباب، لان بطبيعه الحال حكى ليهم شنو كاين، بلي الولد ماشي ولدو، بلي انا وحده ما مزياناش، وبلي خنتو وداك الشيء كامل. يعني العائله ديالو كلهم في راسهم. هي كيشوفوني اخوتي قدام الباب كنسولهم غير فين هو ولدي، كيردخوا على طاسيلتي الباب. انا بصراحه نستاهل، يعني انا داكشي اللي درت ما كيدارش، نستاهل داكشي اللي درت. ولكن اخوتي دابا راني بغيت غير ولدي، ما بغيت حتى شي حاجه من هاد الدنيا. راه داه ليا وما عرفتو فين زاد، ما عرفتو فين صد، وما عرفت حتى فين نمشي ولا شكون نسول. انا غلطت غلط كبير وكبير بزاف. حتى والديا ملي كنت كنجي عندهم كنشكي لهم تنقول لهم بلي السيد راني ما مرتاحه شي معاه، وبلي السيد راه ما صدقش. كانت الام ديالي كتقول لي ولدي معاه، يعني ماشي قالت لي طلقي وجابنتي لدار باك معززه مكرمه، لا، كانوا مخليني عايشه في ديك العافيه. وهما الشغل الشاغل ديالهم انهم يقولوا بنتهم غير تزوجات وصافي. واخوتي كانت هذه هي النتيجه ديال الزواج الفاشل، كلشي مخربق كلشي مرون. هذاك الاخر تا هو راه ما عارفش بلي هذاك راه ولده. يعني هاد التخلويضه هادي اخوتي راه درتها غير انا بوحدي، ربي تسمح ليا. باقي ليومنا هذا كندعي بالنهار وبالليل باش ربي يغفر ليا، وما عرفتش الصراحه شنو غادي ندير. ومسخوت الوالدين حتى داك الاخر ما عرفتو فين صد، دا ليا الولد وغبر. وكانت هذه هي قصتي.